السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع يمكن مش بنفكر فيه كتير، لكن هو مؤثر في حياتنا اليومية. بنقابل تحديات وضغوطات وافكار متوارثة من المجتمع ممكن تأيدنا. عارفين لما تحسوا انكم محبوسين في قالب معين او نظام محدد، وتبدأوا تتسألوا ليه لازم اعيش بالطريقة دي؟ ليه مش ممكن يكون عندي حرية اختيار؟ النهارده هنتكلم عن مفهوم التمرد. كتاب اسمه المتمرد، كتاب المتمرد لعبد الحليم بدران، لكن مش التمرد بمعناه السلبي، لا ده تمرد ايجابي. تمرد يفتح لك ابواب جديده ويخليك تعيش حياه متوازنه ومليانه شغف. خلينا نبدا ونغوص في تفاصيل الموضوع. بصوا يا جماعه، احنا اتربينا على افكار وتقاليد معينه. المجتمع بيفرض علينا صور معينه للنجاح، زي لازم تكمل دراستك وتشتغل شغلانه محترمه وتتجوز في سن معين وتعمل كل الحاجات اللي الناس متوقعاها منك. طب ليه احنا مش ممكن نكون عندنا حريه نختار حياتنا بالطريقه اللي تناسبنا؟ التقاليد دي ممكن تكون جميله احيانا بس مش دايما، وفي اوقات كتير بتكون سبب في احباطنا. مثلا لو حد حابب يكون فنان او رياضي بس الناس اللي حواليه تقول له لا ده مش شغل محترم، في الحاله دي انت محتاج تتمرد على الافكار دي. تخيلوا لو الفنانين والرياضيين كلهم سمعوا الكلام ده، كنا هنبقى فين؟ التمرد هنا يعني انك تقف وتقول لا، انا عايز اعيش حياتي بالطريقه اللي مقتنع بيها. ده مش معناه انك ترفض كل حاجه، لكن تكون عارف انت عايز ايه. نيجي للنقطه اللي بعد كده، وهي فكره النظام اليومي. احنا بنعيش في روتين يومي. الصبح تنزل الشغل، ترجع البيت، تقعد على التليفون شويه، تتفرج على التلفزيون، وبعد كده تنام. ده مريح لبعض الناس، لكن هل هو مريح ليك؟ هل انت حاسس انك بتحقق اهدافك ولا لا؟ الكتاب بيقول ان النظام ده مش لازم يبقى هو النظام اللي يناسبك. لو حسيت انك عاوز تغير حاجه يبقى لازم تجرب. مثلا ممكن تحاول تصحى بدري وتخصص وقت لنفسك قبل الشغل، او ممكن تحاول تقضي وقت في هواياتك بعد الشغل. الحاجات الصغيره دي ممكن تكون بدايه لتغيير كبير. جربوا الحاجات الجديده، شوفوا ايه اللي ممكن يزود نشاطكم ويحسن حياتكم. دلوقتي نيجي لموضوع النجاح. كلنا سمعنا ان النجاح مرتبط بالفلوس يا اما الشهره، صح؟ لكن هل ده فعلا النجاح الحقيقي؟ الكتاب بيقول ان النجاح مش دايما مرتبط بالفلوس او الشهره. النجاح هو انك تحقق هدفك وتكون راضي عن حياتك. مثلا لو انت بتحب الكتابه وبتكتب روايات او مقالات، وناس كتير مش معترفه بالكتابه كوظيفه، لكن انت راضي عن اللي بتعمله، يبقى انت ناجح. النجاح الحقيقي هو انك تكون راضي عن نفسك، مش انك تحقق معايير المجتمع. الكتاب بيديك شويه امثله عن اشخاص اتبعوا شغفهم ونجحوا حتى لو المجتمع مش معترف بيهم. وانا بكلمكم عن الخوف، دي نقطه مهمه جدا. الخوف هو اكبر عائق بيواجهنا. اكتر حاجه بتمنعنا من التمرد او التغيير هي الخوف. خوفنا من الفشل، من المجهول، من رد فعل الناس. الكتاب هنا بيقول ان مفيش حد نجح من غير ما يواجه خوفه. يعني لما تيجي تفكر في مشروع جديد او في فكره مختلفه ممكن تتردد وتخاف، بس في الحقيقه الخوف ده طبيعي. المهم انك تواجه خوفك. لو فضلت خايف هتفضل مكانك ومش هتقدر تحقق اي حاجه جديده. خليك شجاع، ابدا بحاجه صغيره وطورها خطوه بخطوه. في امثله كتير عن ناس اتحدت خوفها. ستيف جوبز مثلا لما اسس شركه ابل واجه صعوبات كتيره جدا، لكنه ما استسلمش وحقق نجاح عظيم. فكر في خوفك وواجهه، هتلاقي نفسك بتتخطى عقبات كبيره. نيجي بقى لجوهر الموضوع، التمرد الايجابي. يعني ايه تمرد ايجابي؟ هو انك تقدر تخرج من النظام اللي انت ماشي عليه بس بطريقه تخدمك وتساعدك. التمرد مش معناه انك تعمل اي حاجه لمجرد انك عاوز تخرج عن المألوف، لكن هو انك تفكر وتختار. مثلا لو كنت شغال في شغل ممل ممكن تجرب تطور مهاراتك او تعمل مشروع جانبي، او لو كنت في علاقه مش مريحه ممكن تفكر في طريقه تخرج بيها من الوضع ده. التمرد الايجابي هو انك تلاقي الحلول اللي تناسبك وتكون متقبل نفسك زي ما هي. في نقطه مهمه، مش كل تمرد هينجح، بس الفكره انك تحاول وتجرب. حتى لو فشلت هتتعلم من التجربه. في النهايه يا اصدقائي اقول لكم ان التمرد الايجابي هو الطريق لتحقيق حياتك اللي تتمناها. كلنا عندنا قيود بنفرضها على نفسنا او قيود بيحطها علينا المجتمع. لو قدرتوا تكسروا الحواجز دي هتكتشفوا طرق جديده للنجاح والسعاده. لازم تسالوا نفسكم، هل انا راضي عن حياتي؟ هل الطريق اللي انا ماشي فيه هو اللي يناسبني؟ لو الاجابه لا، خدوا خطوات للتغيير. مش شرط ان التغيير يكون كبير، ممكن يكون خطوات بسيطه. حبوا نفسكم وعيشوا حياتكم بالطريقه اللي تريحكم، وافتكروا التمرد الحقيقي هو انكم تكونوا صادقين مع نفسكم. وبكده اتمنى تكونوا استفدتوا من الكلام اللي قلناه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. سلام.